بتبدأ الأحداث بهنري اللي بتكون من وجهة نظره إن أكتر فترة فيها حيوية في حياة أي شخص هي فترة المراهقة، لكن هو مش بيحصل معاه كده في الفترة دي من حياته. هو بيقول إن في سنته الأخيرة من الثانوية ما حصلتش أي حاجة مثيرة أو مميزة في حياته، وكان ممتن اللي بيحصل في حياته والناس اللي يعرفها، وكان بالنسبة له أعز أصدقائه هم باباه ومامته اللي وقعوا في حب بعض وهم في نفس سنه. كانت هوايته الكتابة وكان شغوف بيها، وكان بيسعى إن هو يكون في منصب رئيس تحرير صحيفة المدرسة، وكان نفسه إن هو يلاقي أي منصة يقدر يكتب عليها ويعبر عن نظرته للعالم. لكن لما بيلاقي المنصة المناسبة بيكون مش عارف يكتب إيه، وده لأن مفيش حاجة مهمة حصلت في حياته ممكن يكتبها. لما بيقدر يلاقي مكان شغل يخليه يحصل على منصب كويس بتقابله هناك غرايز اللي بترفض إنها تشتغل في التحرير معاه، بعد ما رئيس الشغل بيقول لهم إن هما الاتنين تفكيرهم عميق بالنسبة لسنهم، وده هيكون كويس إن هما يمسكوا رئاسة التحرير. بعد ما بيخرجوا هنري بيسأل غرايس عن سبب رفضها الشغل، رغم إنها هتكون فرصة كويسة بالنسبة لكاتب زيها، بس هي بتقوله إن ما يشغلش باله بالموضوع ده. وبيفوتوا الباص اللي بيوصله للبيت، فبيكون متضايق لأن بيته بعيد عن المدرسة. بيكمل طريقه هو وغرايس بعد ما بتقوله إن بيتها قريب وإنها معاها عربية وتقدر توصله. وفي طريقهم بتديله قصيدة أبيات الحب وبتقوله يقراها ويقول لها على رأيه في القصيدة. بعد ما بيوصلوا بيت غرايس بيسألها إنها ليه مش بتروح المدرسة بالعربية، فبتقوله إنها مش بتحب السواقة. بتديله المفاتيح عشان هو اللي يسوق، بعد ما بيقول لها إن هو معاه رخصة. بعد ما بيوصلوا بيت هنري بتسأله غرايس إن هو إزاي شخص عايش في بيت زي ده ومش معاه عربية، فبيقول لها إن درجاته مش كويسة كفاية عشان يكون معاه عربية. وبيديها المفاتيح وبيشكرها على التوصيلة، وبيسألها لو إنه هيشوفها تاني، فبتوافق غرايس. بيرجع هنري البيت وبتسأله أخته عن البنت اللي وصلته، وبعدها باباه ومامته بيسألوه عمل إيه في مقابلة الشغل، فبيقول لهم إن هو قدر يحصل على المنصب وبيهنوه بشغله الجديد. وبنشوف هنري وهو بيبحث عن أكاونت غرايس عشان يعرف عنها أي معلومات، وبيقدر يوصل للأكاونت بتاعها وبيوصل للصور بتاعتها وبيقرا الكتاب اللي هي اديتهوله. وفي المدرسة بيكون هنري وأصحابهم قاعدين وبيتشرح ليهم طريقة الشغل خلال الفترة اللي جاية، وبيرحبوا بغرايس وبيقول لهم اللي بيشرح لهم الشغل إنها هتكون مساعدة هنري. هنري بيعرض عليها مقالات تكتبها، بس هي بتقول إنها مش بتكتب حاجة وإنها تقدر تساعده في أي شغل غير الكتابة. بتقوله إن منصب رئيس التحرير هو أكيد تعب علشان يوصله، ولذلك هي هتكون المساعدة بتاعته وهيكون هو الأولى بالشغل ده. بعد ما بيكون هنري ماشي مع أصحابه بيسيبهم وبيروح يمشي مع غرايس وبيقول لها إن هو قرأ القصيدة وإنها عجبته. بيقف يتكلم معاها بخصوص القصيدة وبيفوتوا الباص مرة تانية. بيسألها لو تقدر توصله بعربيتها وهي بتوافق. بيشكرها على التوصيلة مرة تانية وبعدين بتمشي. لما بيرجع بيته بيكتب في مذكراته عنها وإنه عايز يعرفها أكتر ويتقرب منها أكتر، لكن هي بتكون بتبعد ومش بتديله أي فرصة للكلام معاها. بيروح شخص عند بيت هنري وبياخد العربية بتاعت غرايز، وبتشوف هنري عايز يبعت لها مسج يسألها عن اللي جه واخد العربية، لكنه بيتردد ومش بيبعتها. بيكونوا في الشغل وبعد ما بيخلصوا بيطلب منها إنها توصله وهي بتوافق. بعد ما بيوصل البيت بيعرض عليها إنها تدخل معاه أو يتمشوا سوا، لكن هي بتقوله إنها مش فاضية النهاردة. بعد ما بتمشي بترجع تنده عليه تاني وبتقوله إن هو يقابلها قدام بيته الساعة 6، وهو بيوافق طبعا. بيرجع نفس الشخص ياخد العربية بتاعت غرايس من قدام بيت هنري، ولما بيتقابلوا بيروحوا يتمشوا سوا في حتة زي الغابة وبيوصلوا لمكان غريب. بتقوله إن هو كان مصنع غزل قطن وبعدين صنعوا فيه أزايز بلاستيك، لكن بعد كده اتقفل. بينزلوا على سلم وبتقوله إن هو يكون هادي وهو بينزل، وبتاخد منه كيس العيش اللي بتكون طالبة منه إن هو يجيبه وهو جاي، وبترمي عيش للسمك في المية وبتقوله إن هو يفضل هادي علشان ما يخوفش السمك. بتاخده وبينزلوا في المية وبتديله عيش يرمي للسمك، وبتحكي له إنها خضعت لعلاج فيزيائي كان في حوض مية، وبتقوله إن من 9 شهور عملت حادثة بالعربية بتاعتها واتقلبت. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بتكون غرايس اتضايقت من إنها افتكرت ذكريات قديمة ليها، وبتطلب منه إن هما يتمشوا ويوصلها لبيتها. وهنري بيجيب فازة وبيكسرها وبيجمع أجزائها بأشكال تانية، ودي بتكون هواية عنده. وبتروح أوضته سارة أخته وبتقعد تحكي معاه. بعد ما بيخلص هنري شغله مش بيرجع مع غرايس وبيرجع في الباص مع أصحابه، وبنشوف هنري وهو بيراقب غرايس من بعيد وهي بتكون رايحة لقبر حبيبها. بعد ما بتمشي بيروح هنا للقبر وبيعرف إن ده حبيبها دومينيك اللي توفى. لما بيبحث عنه بيلاقي إن هو توفى في حادث سير على الطريق. ومس صاحبة هنري بتبعت له مسج إن صاحبهم أليكس شاف غرايس بتعمل حاجات غريبة في الملعب ويستحسن إن هو يروح يشوف إيه اللي بيحصل. بيروح هنري يطلب من باباه إن هو ياخد العربية بتاعته، لكن باباه بيرفض إن هو يديله العربية، فبيضطر إن هو يروح مشي. بيفضل يجري لحد ما بيوصل للملعب. هناك بيشوف غرايس وهي بتحاول إنها تجري، لكن مش بتقدر بسبب رجلها وبتنهار وبتعيط لأنها بتفشل إنها تجري.
لما بيرجع بيته بيكون مش قادر ينام بسبب اللي شافه، وبيبعت مسج لغرايز يطمن عليها، فبتقوله إنها كويسة، أو بتطلب منه إنه هيقابلها في المكتبة بعد الاجتماع عشان عندها فكرة جديدة. لما بيشوفها في المكتبة بتكون مجهزة له مجموعة كتب بتتكلم كلها عن أشخاص حاولوا ينتحروا أو انتحروا بالفعل، وعايزاه تكون فكرتهم في المقال الأخير اللي هيعملوه. بيقول لها هنري إن الأسبوع ده كله كان باين عليها إنها حزينة، وبيسألها عن السبب، فبتقوله إن مرحلة المراهقة دي مرحلة سيئة جدا، لأن بيكون مضغوط من كل اللي حواليه، أهله علشان عايزينه ينجح، أو أصحابه، أو حتى السوشيال ميديا اللي بيكرهك في شكل جسمك حتى لو كان شخص متزن. وإن بالنسبة لها مرحلة المراهقة دي نتاج الندبات اللي بتكون في مرحلة الطفولة، وبتقوله إن كل شعور وحش وكل مشكلة بتحصل معيهم لازم يتكلموا عنها، لأن كتمانها بيخلي الموضوع أسوأ. وبتقوله إن سن المراهقة بيكون مرتبط بانعدام اليقين، ودي بتكون مرحلة ما بين الطفولة وسن الرشد، وفيها بيطالبك العالم إنك تكون ناضج وتتكلم عن أحلامك، لكن لما بتبدأ تتكلم عن اللي عايزه بيأمروك إن أنت تسكت. لذلك بتقوله إن مقالهم الأخير هيكون عن عدم يقين المراهقة. وبنشوف هنري وأصحابه وهما بيحللوا دماغ المراهق، وبتقول ماز إن أخت هنري بتدرس الأعصاب، وقالت إن دماغ المراهق قبل ما توصل لمرحلة النضج ويكون شخص راشد بيحصل لها ترقية. الترقية بتكون أشبه بتفجر الروابط والمشابك العصبية، ومن بعدها بنقدر نحدد اللي بنحبه واللي بنكرهه وإيه الصح وإيه الغلط. فبتقترح عليهم إن هم يخلوا المقال اللي هيعملوه كل صفحة بتتكلم بداية من تحسين الدماغ واكتشاف ذاته، على إنه يخرج من مرحلة عدم اليقين في النهاية. الفكرة بتعجب كل أصحاب ماز، وبيقول لهم هنري إن هم يبدأوا الموضوع بنقاش بينهم عبارة إن هم يتكلموا عن مخاوفهم وأكتر الحاجات اللي بتخليهم يرتبكوا. بيبدأ هنري بنفسه بعد ما بتسأله غرايز عن حاجة بيخاف منها، وبيقول لهم إن لما انتحر مايك جونسون من سنتين كان اداله قبل كده مجلة وهو عنده 14 سنة، كان خوفه إن المجلة دي تكون بقت مسكونة بروح مايك اللي مات. في الليلة دي هو ما قدرش ينام الليل لأنه كان خايف. في الوقت نفسه هو ما كانش عايز يرمي المجلة ولا كان عايز يحتفظ بيها، فراح عند شجرة الزيتون اللي مايك شنق نفسه عليها ودفن المجلة عندها. في الوقت ده هو اكتشف إن هو كبير كفاية إن هو يفهم خطورة الموت. لما بيخلصوا بيكون هو وغرايز بيتمشوا سوا، وبتقوله إنها فخورة بيه إن هو قدر يشارك معاهم حاجة صعبة عليه زي دي. بيسألها إنها ليه وقفت كتابة، فبتقوله إن شخص عزيز عليها مات، وطلبوا منها إنها تقول خطاب تأبين في جنازته لكونها كاتبة وكلماتها جميلة، لكن هي ساعتها مفيش أي حاجة جت على بالها وضاعت منها الكلمات ومعرفتش تقول إيه. بيقضوا معظم وقتهم مع بعض وبيعرفوا حاجات عن بعض زي إنها كانت عداءة وكانت بتحب الجري، وبتقوله إنها ما كانتش كده زمان وكانت بتحب مخالطة الناس، لكن بعدين ما بقتش فاهمة إيه الفايدة إنها تعمل كده فبقت تتجنبهم. بعد ما بيوصل البيت بيقول لها إن أصحابه عاملين له حفلة هالوين، وبيقول لها إنها تقدر تيجي لو حابة ويمكن ده يساعدها إنها ترجع زي ما كانت، فهي بتوافق إنها تروح معاه. ولما بيجي يديها المفاتيح بتطلب منه إنها تدخل مع بيته لأنها مش مشغولة النهاردة. لما بتدخل بيته بترحب بيها عيلة هنري، وبعدين بتطلع معاه أوضته، وبتشوف غرايز الفازة مكسورة وبتسأله ليه. بيقول لها إن هو اللي كسرها وإن هوايته دي واحدة من الفنون اليابانية التقليدية، إن هو يلزقها بعد ما تتكسر بعروق ذهبية. وبعد ما بتقرب غرايز من هنري بتسمع صوت الأغنية اللي كانت بتشغلها في عربيتها، فبتسأله ليه مشغلها، فبيقول لها إنها عاجباه لكن هي بتتضايق جدا وبتمشي. بيروح وراها هنري علشان يفهم منها ليه اتضايقت، فبتقوله إن الأغنية دي كانت بتشغلها مع حبيبها دومينيك، ولما عملوا الحادثة هي ركبتها اتكسرت لكن هو مات. بيحاول إن هو يقنعها إن هو يوصلها البيت لكن هي بعصبية بترفض. أو في الشغل بيكونوا بيخططوا إن هم يروحوا حفلة الهالوين في بيت صاحبهم هيسلين، لكن هنري بيقول لهم إن هو مش هيروح معاهم، بس ماس بتقول له إن ما ينفعش يلغي إن هو يروح معاهم بسبب البنت دي، وهنا تقصد غرايز. فهو بيقول لها إن مش بسببها، لكن هو حاسس إن هو مش كويس. فصاحبه اللي واقف معاهم بيقوله إن أليكس معاه ممنوعات وكده بيقدر يقنعه إن هو يروح الحفلة. بيروح هنري الحفلة وبيفضل يشرب، وبيتفاجئ بغرايس اللي بتكون موجودة، وبياخد مشروب ليه وليها وبيروح يقف معاها، وبنشوفهم في الحفلة بيرقصوا سوا وبيكونوا مبسوطين. وبعد الحفلة غرايس بترجع البيت مع هنري وبيقضوا الليلة مع بعض. وتاني يوم هنري بيسيب رسالة صوتية لغرايس بخصوص اللي حصل بينهم ليلة الحفلة، وبيقول لها إنها لما تسمعها ترد عليه. بيلاقي هنري مسجات من غرايس إنها كانت بالنسبة له ليلة لطيفة، أو بتقوله إن هو يقابلها قدام بيته. لما بتوصل غرايس لبيت هنري بيتفاجئ إن هي بنفسها اللي سايقة العربية، وبيسألها هيروحوا فين، فبتقوله هيشوف بنفسه. غرايس بتاخده للمكان اللي كانت بتحب تروح فيه هي ودومينيك قبل ما يموت، وبتقوله إن هما دايما كانوا بيحبوا يجوا هنا يقعدوا في المكان ده. بتقلع السلسلة اللي كان مديها لها دومينيك وبتحطها جنب صورته، وكان مكتوب عليها انقذني وانقذك، ودي كانت وصف للعلاقة بينها وبين دومينيك.
لكن دلوقتي هي عايزة تكمل طريقها وحياتها مع هنري، وبنشوفهم وهم سوا بيقضوا أيامهم سوا مبسوطين ومع بعض. أو بتكون غرايز وهنري رايحين عند بيتها وبتلاقي عربية مامتها، فبتدخل البيت وبتتخانق هي ومامتها، وبتخرج مامتها متعصبة وبتمشي، وغرايز بتخرج وبتوصل هنري لبيته. بيسألها هنري عن أسرتها، لكن هي بتقوله مش مهم إن هو يعرف عيلتها. بيسألها عن اللي حصل بينها وبين مامتها، يمكن يقدر يساعدها، لكن غرايز بتتعصب وبتقوله إنها ما طلبتش منه مساعدة وإنه يبطل يحاول يصلح منها. بينزل هنري من العربية وبيسيبها وبيمشي. ولما بيكونوا في الاجتماع بيسألوا هنري عن غرايز، لكن بيقول لهم إن هو ما يعرفش هي ما جاتش ليه. فواحدة من البنات بتقول إن النهاردة ذكرى الحادث اللي حصل معاها. بيكون هنري في طريقه للبيت وبيحاول يتصل عليها، لكن هي مش بترد عليه. وبينزل مارتن من الأتوبيس وبيروح لبيت غرايز، لكن هي بتكون مش موجودة في البيت. فبيقول له مارتن إن هو يقدر يستناها في أوضتها. وبيكون هنري في أوضتها وهي بتيجي وبتحكي له إنها نقلت تعيش في المكان ده اللي هو بيكون بيت دومينيك، بالتحديد اوضته قبل الحادثه بشهر. وده لان مامتها كانت بتشرب خمره كتير وكانت حالتها وحشه جدا. لكن هنري بيتضايق انها عايشه في اوضته وبتلبس هدومه، وهي بتقوله انها ما قصرتش معاه في حاجه، لكن هي مش قادره تنساه. وبتلوم ان هو ما قدرش يتعامل مع موقفها ويفهمها رغم انها ادت له كل حاجه. وبتساله ايه اكتر من كده ممكن تقدمه له. فبيقول لها انها تبطل تعلقه بيها وانها لازم تقول له عن مشاعرها الحقيقيه تجاهه. بيقرب منها وبيقول لها ان هو بيحبها، لكن هي بتكون ما زالت متعلقه بدومينيك وبتفكر فيه. فبيسيبها هنري وبيمشي وبيكون متضايق جدا. لما بيرجع بيته بيحاول باباه ومامته يسألوه عن اللي حصل بينه وبين غرايز، لكن بيقول لهم ان دي مشاكل بتحصل للناس العاديين. وبيقول لهم ان هم مش ناس عادية وان علاقتهم مثالية ومش بتحصل بينهم مشاكل من وقت ما كانوا في نفس سنه. اما اخته بتقول لهم انها هتروح تشوفه وتفهم فيه ايه. لما بتروح سارة اوضته وبتسأله عن اللي حصل بينه وبين غرايز، بيقول لها ان هما انفصلوا وده لانها مغرمة بشخص تاني. سارة بتروح جنبه على السرير وبتقوله ان الحب تفاعل كيميائي عابر، وان ألم قلبه برضه شيء عابر، ودماغه هتقدر تتأقلم وكيمياء جسمه هتقدر ترجع لطبيعتها من تاني، بس هو محتاج وقت. وبنشوف هنري بيحاول يتعايش كالعادي وبيعمل شغله. وبتجيله مسج من مارتن وده ابو دومينيك ان غرايز ما رجعتش البيت طول اليوم وان هما بيدوروا عليها في كل الاماكن لكن مش لاقيينها. بيروح هنري المكان المصنع اللي راحوا فيه قبل كده وبيلاقيها هناك بتعيط. بتفضل تقول ان دومينيك مات بسببها وان هي اللي فضلت تغيظه رغم ان هو قال لها كتير انها تبطل تعمل كده، وهي ما سمعتش كلامه لكن كانت عايزاه يضحك مش اكتر. غرايز بتجيب صورها هي ودومينيك وبترميهم في الميه وبتقلع الفستان اللي لابساه وبرضه بترميه في الميه لان ده هو الفستان اللي كانت هتتجوز بيه دومينيك. وبياخدها هنري وبيخرجوا من المكان اللي هما فيه. بعد ما بيوصلها للبيت بيخرج ابو دومينيك ومامته وبيساعدها علشان تدخل. وفي الشغل بيقول لهم رئيس الشغل ان غرايز قررت انها تاخد اجازه لفتره ولما ترجع مش تشتغل معاهم لانها هتركز في دراستها وبس. بيمر الوقت وهنري بيتخرج من الثانويه وبيقابل غرايز وبيعرف منها انها مش هتروح الجامعه على طول وهتاخد استراحه سنه علشان تكمل علاجها. بتودع غرايز بطريقه لطيفه وبتسيب في جيبه الورقه اللي حرقها هنري قدام قبر دومينيك وكان كاتبها لغرايز ولزقها بالعروق الذهبيه بتسيبه وبتمشي. لما بيخرج مش بيرضى يركب الباص وبيقول لاصحابه ان هو هيتمشى، لكن هما بينزلوا من الباص وبيروحوا يتمشوا معاه. ودي بتكون نهايه فيلمنا. يا رب يكون عجبكم. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو اول مره تشوفونا. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change.